لحظة عفوية بين راغب علامة ومعجبة على مسرح إهمج. شارك النجم راغب علامة في فعاليات مهرجان إهمج في لبنان، حيث قدم مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور. وفي وقت لم تنتهي فيه بعد أزمته مع نقابة الموسيقيين في مصر، تعرض النجم اللبناني لموقف جديد حين صعدت سيدة لبنانية إلى المسرح وهي تحمل باقة من الورود، وبدأت ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى. وبينما كان راغب علامة يشارك الجمهور تفاعله بالقفز والحركة، اقترب من السيدة واحتضنها بلطف قبل أن يتركها تواصل الرقص بالقرب منه وهو يبتسم ويصفق لها. هيدا الإنسان ملك المسارح، راغب علامة. راغب علامة أسطورة، وراغب علامة على الرأس. ويبدو أن الفنان اللبناني قرر تغيير أسلوبه الودي في التعامل مع معجباته والحرص على ترك مسافة بينه وبينهن، تفاديا لتكرار ما حدث في حفله بالساحل الشمالي في مصر الشهر الماضي، حين اقتحمت إحدى المعجبات المسرح واحتضنته وقبلته، ما تسبب له في مشكلة كبيرة.